الخاصة بيها ويكلموا عن أخبار جريمة. ده اللي حصل بالنسبة للمطرب الشعبي عمدة. عمدة الفترة اللي فاتت اتكتب كلام في الصحف قرناه، وفي مواقع الانترنت بتتكلم انه متزوج من سيدة وبعدين طلقها، وهي كانت مسيحية وأسلمت عشان تتجوزه، وبعد كده في كلام تاني بيتقال لا ده هي مسلمة من البداية واعتنقت المسيحية وهي متجوزاه، فعشان خاطر كده هو طلقها، راحت تتلقى العلاج النفسي في مستشفى دمنهور، وهناك زي ما بقول لحضراتكم تعرضت للضغط وتعرضت انها حد يقنعها انها تعتنق المسيحيه. كلام كتير قوي قوي ومعلومات غريبه ومتضاربه، لكن خلونا نعرف الموضوع بالظبط ايه، لان الحكايه دي وصلت انها اثارت جدل واسع جدا. في بلاغات اتقدمت للنائب العام عشان الموضوع ده، لدرجه كمان ان تم طرح الموضوع ده للمناقشه في مجلس الشعب. خلونا نستوضح التفاصيل ونعرف ايه اللي حصل النهارده، ومش هسألك عن اخبارك الفنية، لكن ازيك يا عمدة؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله رب العالمين. يعني اظن اللي بيحصل لك دلوقتي خدك بقى من الفن شوية ومن اعمالك والكلام ده ومركز في الكلام اللي بيتقال. اكيد طبعا، يعني هو خدني كتير مش خدني شوية بس. طب ما تحكي لي بقى بالظبط، قول لي الحقيقة فين. هو كل الحقيقة احنا كنا في الجامعة مع بعضينا. هي كانت قسم لغات قسم اسباني. فهي كانت يعني لغات قسم اسباني وانا كنت سياحة فنادق. كنا بعدين في الجامعة، تخرجنا من الجامعة واتجوزنا وقعدنا مع بعضينا 3 سنين. كانت بقى مسلمة ولا مسيحية؟ لا هي مسلمة. مسلمة. طيب. واخواتها ومامتها والحمد لله رب العالمين يعني. وبعدين ما حصلش نصيب زي اي بيت. بعد 3 سنين وشوية ما حصلش نصيب. وعندنا يوسف كنا مخلفين. تمام. وانفصلنا، ويوسف كان عنده اياميها يعني 2.5 3 سنين يعني في الحدود دي. فجيت بعديها انا بسنة اتجوزت، حصلت لها زي ما تقولي صدمة. فاخواتها شافوها شهر كده طبعا، يعني ما رضيوش بالمنظر، يعني هو تعبان نفسيا يعني. يعالجوا. فودوها مستشفى دكتور يحيى الرخاوي بالمقطم. معروف طبعا. بالعلم انا عايز اقول معلومة ان دكتور يحيى الرخاوي دكتور محترم جدا، دكتور انا اعرفه شخصيا، هو دكتور فوق الوصف يعني. ده عالم كبير طبعا في الوصف. بل بالفعل هو عالم وليس دكتور يعني. راحت عند دكتور يحيى الرخاوي في المستشفى. دخلت المستشفى من يعني انا مش عارف التاريخ بالظبط كده، قولي 4 اشهر ونص 5 اشهر. وموجود التاريخ في جدول المستشفى الدخول والخروج. كويس. فانا ما كنتش اعرف حاجه عن الموضوع بقى بتاع اللي هو مكتوب على النت ومكتوب في الجرايد والكلام ده، ما كنتش لسه سمعت عنه لان ما كانش لسه في ضجه كبيره عنه. فكلمتني صحفيه، كان الكلام ده الساعه 3:30 ظهرا من طرف اعلامي انا بحبه يعني، اعلامي كبير. الصحفيه جت اتكلمت معايا وكده، قالت لي ممكن نتقابل، قلت لها تحت امرك طبعا. طب هنتكلم في ايه؟ قالت لي طب انا صحفيه يبقى نتقابل نتكلم في ايه؟ يبقى حديث صحفي. قلت لها تحت امرك. اتقابلنا في المكتب بالفعل الساعه 10. اول ما قابلتني ازيك يا عمده وعامل ايه وازاي مروه وازاي يوسف. كويس. قلت لها ايه اللي دخل الامور الشخصيه في الفن؟ بتكلميني اخبار الفن. انت ايه اللي هيدخل الامور الشخصيه في الفن؟ وبعدين؟ قالت لي ازاي ده هم لب الموضوع. قلت لها يعني ايه هم لب الموضوع؟ قلت انت ما قريتش اللي على النت وما قريتش الجرايد وما قريتش وما عملتش. قلت لها لا طبعا. اللي هو ايه بقى؟ مكتوب ان هي طليقتي وليس زوجتي حاليا. مكتوب ان زوجة المطرب الشعبي عمدة اعتنقت الديانة المسيحية وهي وانا متجوزها يعني. وطلبت مني الطلاق فانا تركتها. ثم تزوجت من شاب مسيحي. تمام. فبالفعل قامت امن الدولة باعطائها حقنة منونة واعتقالها في مستشفى دكتور يحيى الرخاوي. طب امن الدولة لو هتعتقل حد تحطه في مستشفى الخنكة، ما تحطوش في مستشفى دكتور يحيى الرخاوي. احنا على فكرة حبينا برضو نتكلم دكتور يحيى الرخاوي عشان نستوضح منه الموضوع، وبنحاول دلوقتي طبعا نجري اتصالاتنا معاه علشان نتأكد طبعا من المعلومة دي وايه اللي بيحصل في المستشفى تحديدا، لان اتقال برضو ان في شخص وصل لها داخل المستشفى واسمه محمد حجازي، او اسمه محمد، هو زعيم المتنصرين بالظبط، ونفسه
زعيم المتنصرين. هو ممكن يبقى زعيم نفسه، محدش يقدر يلقب نفسه. تعرفه؟ وصلت له؟ اتكلمت معاه؟ هو انا الصحفيه كلمته على التليفون، اسمها لوتس كوان، وقالت له طب كلم عمده، فهو رفض. حتى كان في لقاء مع استاذ وائل الابراشي وهو برضه رفض، كان جاي وما جاش الحلقه وقفل التليفون. هو لو عنده دليل مادي قاطع كان قدر يوصل بيه الحل، هو ما عندوش دليل. هو كل اللي حصل فيما بعد ايه؟ قول. بعد ما خرجت من المستشفى في واحده اسمها بسمه سامي صبري اللي هي كاترين، اللي عامله مسجلات صوتيه على النت بصوتها. فانا لما جت لوديس قالت لي، فبتقول ان هي في المستشفى بقى لها 3 سنين والحكايه والروايه، فقلت لها ازاي ده انا لسه قافله معايا التليفون. ففتحت السبيكر قدام الصحفيه وكلمت مروه عامله ايه وازاي صحتك وازيك يا عمده اخبارك ايه وانت ويوسف وتمام والحاله زي كانت هي طلعت من المستشفى يا عمده بقى مروه في الوقت ده؟ انا بقول هي قعدت بالظبط 4 اشهر ونص. ده وقت انا بكلمك على وقت المكالمه، كانت هي طلعت من المستشفى. طبعا. طيب قالت لك الحمد لله وكله تمام ومفيش اي مشكله. المهم الصحفيه اتاكدت ان هي ايه موجوده وليس تعذب داخل المستشفى بقى لها 3 سنين حتى الان. ده الكلام المكتوب على النت. تاني عباره، هم بيقولوا ان هي مذيعه مشهوره في قناه المحور. حضرتك كاعلاميه تعرفي مذيعه اسمها مروه فكري في قناه المحور مشهوره؟ لا مفيش مروه فكري في قناه المحور. طب الحمد لله، ده اول حاجه. ثاني شيء، مين محمد احمد حجازي؟ هو اسمه بشوي وليس اسمه محمد احمد حجازي. كان اسمه، فمن حرام. هو كان اسمه محمد وهو تنصر فبقى اسمه بشوي. فكل واحد لا يعتنق ما يشاء، لكن مش من حقه ان هو ينصر الناس في بيوتها وهم مسلمين، او يشهر بالاسلام او يشهر بالمسيحيه. هو موضوع احنا بنبعد على اللي عايز ينزع فتيل الفتنه الطائفيه. كل المشكله دلوقتي هو محمد يريد اللي هو بشوي ان هو يعني يعمل فتنه طائفيه. بلبله في بلبله بتحصل. مش تحصل. لكن انا عايزه اطمن، يعني مروه لا اعتنقت المسيحيه ولا كان في اي محاولات ضغط عليها ولا اي حاجه؟ الراجل اللي هو بشوي ده ايوه، ما لازم يكون في اساس بقى، في حاجه، في بذره معموله. مش معنى هي اللي اختاروها يكتبوا عنها. ما هو في سبب. بسمه سلمت عليه في اول مره بعد خروج مروه من المستشفى. اول مره في التليفون سلمت عليها عادي والتليفون عادي. تاني تليفون قالت لها احنا عندنا ما فيناش طلاق، عندكم في طلاق، ده عندكم مش عارف الفنيه بتعمل ايه، طب مش عارف ايه، ايه اللي انت بتقوليه ده، ما تتكلميش في حاجه ما تخصكيش، والموضوع ده انت كده انت عديتي حدودك. ما كلميش تاني في التليفون، قبل السكه في وشها. كلمتني في التليفون قلت لها ده لعبه عيال صغيره وايه، اما تتصل ما ترديش. الموضوع عدى عليه 3-4 ايام. لكن خليني اركز عشان احنا ما قدامناش وقت طويل يا عمده، ان دلوقتي مروه طليقه حضرتك هي تعرضت فعلا للمحاولات او في ضغط من محمد حجازي اللي هو بشوي دلوقتي وبيطلق على نفسه زعيم المتنصرين، لكن هي ما زالت على العقيده الاسلاميه ومفيش اي حاجه حصلت، صح؟ والدليل القاطع ان انا سايب ابني معاها. طيب لكن محمد حجازي ده بيدخل المستشفى الخاصه بدكتور يحيى الرخاوي؟ ما يقدرش يخش. ما بيدخلش لان هي كلمت الصحفيه قالت لها الدور بتاعنا ممنوع يخش راجل. طيب تعليق اخير يا محمد، يعني تقول ايه دلوقتي واحنا باللي بيحصل ده يا عمده؟ انا بقول ان هو ده بقى انا يعني مجند من دوله اخرى او بيشتغل لحساب مستشفى اخرى. هو عنده هدف، ايه هو الله اعلم، انا مش عارف هدفه ايه، انا مش عارف. لكن انا بقول يعني كلنا واثقين في قرارات سياده النائب العام وبنطلب يعني اتخاذ موقف مع هذا الشخص. يعني اكيد دكتور يحيى الرخاوي طبعا زي ما بقول لحضراتكم احنا وبالتالي قدم بلاغ للسيد النائب العام دكتور يحيى الرخاوي، وهو كان موجود معانا على التليفون من شويه طبعا في الكنترول. هو صحيح رفض التعليق على الموضوع بالاساس وقال ان هو طبعا بيتحقق فيه قدام النائب العام دلوقتي، وفي نفس الوقت كمان بيوصل رساله ليك وبيقول لك يعني شكرا وربنا يبارك لك في ابنك. الحمد لله رب العالمين، وهو ربنا يبارك له في كل اللي هو فيه يا رب. انا بشكرك جدا، ومعلش بقى من اخبار الفن دخلت شويه كده في مشاكل كلها دعايه. الحمد لله. شكرا ليك. بعد الفاصل مشاهدينا مستمرين مع حضرتك.